A man chooses. A slave obeys. مالك مطفي الضوء تتخايل وحالتك حالة؟ أروع عندنا حلقة نبداوها. عاوتي تخيل مد الحرية التامة لكش بنادم، تقولو دير رايك. السيد راح يدير رايو، مش حيروندي. هيا تخيل تمد الحرية المدينة كاملة، وش راح يسرى؟ هذا وش احنا عارفه في حكاية بايو شوك. هي لعبة خرجت عام 2007 وعندها قصة سبيسيال هكا، دوك نحكيها لكم انا في هذا الفيديو. وماشي شرط كي لعبة معناتها لازمكم تعرف جيمنج، هذه جست حكاية معناتها حتى خاطك لي جو نورمال. نبداو. براين هو شاب يحب يخدم وحب يدير ثروة. مي تربى في الاتحاد السوفيتي في بداية نظام الاشتراكية اللي كان يقسم الثروات على الشعب، الغني يمد للفقير وهكا. لازم تمد لنا دراهمك نقسموهم على الفقراء. اصبر ما فهمتش، تسمى انا دراهمي انا دعبت عليهم تدوهم تقسموهم على عباد كانوا راقدين كي كنت انا نخدم. ايوه سوا صح فهمت. تدينا هناك. رايان ما عجبتوش الفكرة، هو يحب مجهود الفرد يبقى للفرد، مش يبقى يخدم على أمة كاملة. هيا هنا هجر للمريكان، وين كان نظام رأس المالية وين الفرد يطلع بمجهوده وكلش بمجهوداته. مي هو كان حسباله هكا نظام رأس مالية، مع انه ما يتدخلش فيك ويخليك تطلع كيما تحب، مي غير تطلع يديلك قيود اللي هما الضرائب. الضرائب كانت كبيرة وكانت تروح للدولة، مش حتى تروح تنقسم على الفقراء ولا حاجة. ورايان ولا حاب يهرب من الضريبة بأي شكل، حتى الحكومة قالوا له رايان زين شوف عم بالنا بلي عندك حديقة شابة بزاف، الامريكان قاعد حاسداتك فيها، هاي احنا حبينا نأموها تولي من املاك الدولة. صح. شاك تدير تدينا هناك. رايان حرقها وما خلاش الامريكان تديها. مي بعد قنبلة هيروشيما وناكازاكي رايان تلفت له، عرف بلي الامريكان قدرت تخدم اسلحة دمار وتدير جيوش، وباللي بهذا القوة ذوك يوليو اي حاجة ما يقدروش يدوها ولا يسيطروا عليها يدمروها ويقتلوا ناسها. ورايان سماهم بالطفيليات، وقال انه اذا ما قدروش يحطوا ايديهم القذرة على حاجة راح يخسروها ببساطة. وهنا عرف بلي ما حتى مكان على سطح الارض امن غير تحت البحر. هنا جاته فكرة انه يبني مدينة كاملة تحت البحر ويمد فيها الحرية للناس، ويخلي كل فرد يمثل نفسه واملاكه ليه وحده. رايان راح باع قاع ممتلكاته واستثمر قاع امواله باش يبني رابتر، مدينة ما تحت البحر. A man has a choice. I chose the impossible. I built a city where the artist would not fear the censor. بعد ما بناها المشهورين الفنانين العلماء من قاع انحاء العالم ولو يختفيوا الاسباب غامضة، وحنا عم بالنا بلي يروحوا الرابتر. والاكثر اهمية كانوا العلماء، بس بعد ما راحوا الرابتر قدروا يكملوا بحوثهم بحرية، ما كان حتى قيود عليهم، لدرجة المدينة ولات فايتة العالم بسنين من التطور. وزوج من اهم العلماء اللي راحوا الرابتر هما تشيونغ حنسموه الزبير، وبريجيت تينينبوم نسموها زبيدة بس اسمها جورنان. زبيدة اكتشفت نوع من البحريات يفرز مادة اسمها الآدم، هما سموها هكا. هذه المادة تقدر تبدل الجينات تاع الإنسان وتخليك تبدل فيه وش تحب. مي البحريات هذيك ما تفرش بزاف من هذه المادة. زبيدة قالت بلي لو كان بنات صغار من عمر محدد ياكلوا هذو البحريات ولا يزرعوها في بطونهم، راح يولي الدم تاع هذو البنات الصغار مشبع بالآدم ويقدروا يسحبوا هذه المادة كيما يحبوا. مي هذه ماهيش سورس لا نهائية. البنات هذوك لو كان يكبروا حابرك يتشوهوا ويولوا بلا فايدة، الآدم اللي فيهم مش هتبقى تنخدم. زبيدة تفاهمت مع رجل أعمال اسمه فرانك فونتين نسموه فوزي.
يمول التجارب تاعها وزيد يجيب بنات صغار ايتام باش يديروا بهم التجارب تاع الادم حريه وش دير. وفوز يفتح ميتم سماه ليتل سيسترز وين يربي فيه هذو البنات الصغار اللي هما ما كانش يربيهم، كان يدير بهم تجارب. والزوبير بهذيك الماده تاع الادم قدر يخدم البلازميتس اللي تقدر ترد الناس عندهم لي زوبسيون ولا شغل قوه خارقه. بس قلت لكم بلي الادم تبدل الجينات تاع الناس، وهكا ولا فوزي يبيع البلازميتس للناس ودار ثوره كبيره. كان يخدم في التهريب، كان يهرب المواد تاع رابتر الخارج على الامريكان وبقيه الدول. هذه العفسه ما عجبتش راين، ملقاش كيف يحكم عليه. اي بعد بعض تحريات والاخر قدر يقبض عليه هكا شويه ادله وامر الدوله يحاكموه. مي هو غير قاوم الدوله قتلوه ومات فوزي. وراين دار حاجه ما كانش قاعد الناس تستناها. اما من الشركه تاع فونتين دار حاجه اللي كان هو ما يحبش تصرالو. هنا السكان تاع رابتر كرهوا راين ولاو دايرين الشغب والفوضى وثوره. مي بسبب البلازميتس الناس ما ولاتش تخمم، بس شغل ولات ادمان على الناس. ومن درجة الإدمان تردهم كائنات اسمهم سبلايسرز، كائنات تحول صغيرة على البلازمات وقادر تقتل على جالها. ومن هذه المقاومة والحرب والدنيا خرج إنسان اسمه أطلس، كان يقود المقاومة وقال لهم بلي لازم نطيحوا الحكم تاع راين وما خلوش يسيطر علينا. وهنا رابتر اللي كانت هي واحدة من أعظم الدول والمدن بدأت تسقط ولات خراب وحرب. دوكا نخرجوا من رابتر. دوكا تبدا اللعبة مع جاك اللي كان إنسان مسافر آلاز براحته. الطيارة طاحت وجاك لقى روحو بلي هو الناجي الوحيد في وسط البحر باقي يعوم حتى شاف الضوء تاع منارة هكا راح ليها. تسمى في صغري كنت حاب نحرق. كي جبت الفيزا حلالية طلق الطيارة الزهر. هو بدا يشوف في ذيك المنارة ما فهمهاش حتى تخليها ولقى غواصة داخل دخل فيها وهبط تحت الماء وقابلاته رابتر. كانت المدينة تبان شابة حتى دخل فيها ولقى سقلة صارية بين سبلايسرز والدولة وناس نورمال مقاومة خلطة. وكان دخل غواصة مزية الواحدة والداخل تعيط له بنادم وباقي يقول له من فضلك ارفد. كرفد عليه في الطاكيواكي لقاه بلي أطلس وحكى له على الحال تاع المدينة ومنه قالوا إذا عاونتني نحبسوا راين نعاونك باش تخرج من رابتر. جاك ساعدته الفكرة وقال له مريقلة. بعد شوي جيم بلاي رابتر راح يتلاقى بأول ليتل سيستر، كانت طفلة صغيرة ومشوهة. مي أطلس قال له من فضلك هبط سلاحك وما كان له تمسها. بس بعد ما بدا الشغب في رابتر البلازميت ولات مكاش ومشي متوفرة ما حتى مصنع يخدمها. ايا ولاو يجيبوها من الجثث ويبعثوا ليتل سيسترز يجيبوها. مي مش بأمان بس سبلايسرز حيقتلوها على جال هذيك البلازميت. خدموا لهم البيج داديز سيريو اسمهم هاكا. البيج دادي هو اللي يحمي الليتل سيسترز ويخليهم يتجمعوا براحتهم. مي بسبب واحد الانهيار هكا مات البيج دادي وبقات واحدة من الليتل سيسترز وحدها. أطلس قال لجاك هذه هي الفرصة تاعك ادي منها الآدم بس راهي قيمة بزاف. ميلو كان يدي منها الآدم راح تموت. جاك قبل ما يدير أي حاجة تعاقب زبيدة اللي طات له واحد الدواء وقالت له باللي هي أخيرا قدرت تخدم دواء يعالج هذو البنات الصغار بس كان ندمت على أفعالها وش دارت فيهم مقبل. وهنا الخيار يولي للاعب إذا يقتل الطفلة ولا يداويها. انت زعما كنت هنا وش كنت راح تخير؟ بعد ساعات من الجيم بلاي لاعب يكون استهلك بزاف بلازميت باش يقدر يحارب هذوك المدمنين مهم. وقلت لكم بلي بلازميت اللي يدور في البلاد هي من جثث وبسبب هذه ولا يقدر يشوف الذكريات تاع هذوك الجثث الناس اللي كانت فيهم بلازميت مقبل. واحدة من الذكريات اللي كان يشوف فيها جاك هي الذكرى تاع جازمين جولين اللي كانت زوجة راين بالسر. واحدة من الذكريات انه جابت مع راين طفل ما هي ما كانتش كاع مرأة مسؤولة هي راح تباع ذاك الطفل وحسبها بلي راين مش حيحوس عليه. مي هو غير عرف بوش دارت تقتلها. جاك ما فهمش واش كان يشوف ودخلطوا عليه ذكريات بس ماشي غير هذه اللي خرجوا بزاف. المهم اطلس من بعد يقول لجاك يقولوا من فضلك سلك العائله تاعي بس راين راح يقتلهم. مي جاك يكون بعيد بزاف يفوت الوقت وعائله اطلس يموت. هنا اطلس يتقلق ويقول لجاك من فضلك اقتل
راين. جاك يعطيها ديريكت للبيرو تاع راين. مي قبل ما يدخل يلقى واحد الغرفة كفيها طابلة بيزار مكتوب فيها من فضلك وصور معلقين. زيد يلقى تسجيل للزبير وين أمر فيه طفل صغير باش يقتل كلب. مي طفل ما حاب، مي غير قال له would you kindly ولا اللي هي من فضلك، طفل قتل الكلب ديريكت. جاك ما فهمش وش قاع هذا. مي دخل البيرو تاع راين. هنا راين ما كان ني مخلوع ني خايف ني حتى حاجة، وسقسى جاك سؤال بسيط: انت عبد ولا حر؟ بسك تعرف وش الفرق بين العبد والحر؟ يختار والعبد يطيع. ماذا تكون أنت، عبدا أم حرا؟ من فضلك روح، من فضلك أرجع، من فضلك ارقص نيلي. صاي من فضلك اقتلني. بعد ما جاك اقتل راين مات هو حسب الانتصار، بس كان هو الحر اللي اختار وجاك هو العبد اللي أطاع. هذا أطلس ويقول الجاك: صاي ما ولت عندك حتى فايدة. ويظهر باللي أطلس كان فوزي قاع هذا الوقت، كانت عنده معرفة مع الدولة يلعبها مات، وغير كان حيقتل جاك سلكوه الليتل سيستر وداوه عند زبيدة. اوكا ستوب في دقيقة برك نفهموا وش صرا ولا وش كاين ولا وشنو. المكتب تاع راين ولا البيرو تاع راين مبرمج باش غير هو اللي يقدر يدخل فيه، على بيها مع قاع وش صرا في رابتر ما كاش اللي يقدر يدنا راين. جازمين جولين بكري كي جا هذاك الطفل هي راحت باعته للميتم تاع ليتل سيسترز، ما كانش عارفه بلي فونتين عنده علاقه بالحكايه اللي هو فوزي، وقال لك بلي هذه هي الفرصه تاعي بيد ما جا الطفل اليدو جاو الجينات تاع راين اليدو. الطفل الزبير يدير عليه التجارب، وزيد بالادم قدر يبدل الجينات تاعو ويخليه يكبر بالخف، وزيد داروا له ذكريات ما كاش منهم في راسه، وردوه غير يسمع كلمة من فضلك يطبق ديريكت، وخرجوه للسطح وخلوه يعيش مدة ويعيطوا له نهار اللي يسحقوه. ونهار سحقوه ركب في الطيارة ولقى ورقة مكتوب فيها من فضلك طيح الطيارة. في الإحداثيات محدة طيحها وتبدأ حكاية اللعبة. كانت حشوة قاع هذا الوقت تفطن عند زبيدة اللي قالت له بلي راهي داوتهم المشكل تاع كلمة من فضلك. مي مازالت كاينه كلمه واحده اخرى تقدر تقتله وراح تبدا تحبس له قلبه مع الوقت اذا ما داواهاش. مي الدواء تاعها راهو في البيرو تاع الزبير. جاك خرج يجري باش يلحق على البيرو تاع الزبير ويقدر يداوي روحه. مي فوزي قال له ذيك الكلمه اللي هي يالو ولا صفر، وبداو جاك يجوه ازمات قلبيه، يعني ما لقيت حتى كلمه غير صفر خير واحده اخرى، وراح يجري للبيرو تاع الزبير قبل ما يحبس قلبه وقدر يداوي روحه ولقى الزبير ميت. المهم وقال لك لازم نحبس فوزي بس السيطرة ولا هو الحاكم تاع راب. بعد ساعات جيم بلاي هكا قدر يحبسه، وهنا فوزي باقي يقوله بلي انا درت لك الذاكرة تاعك، انا العائلة تاعك، انا كلش ليك، اذا قتلتني ما حيبقى لك والو. مي قبل ما يكمل هدرته صدموا ليتل سيسترز وقتلوه بس كان معذبهم بزاف كي كانوا عنده. هنا النهاية تاع اللعبة تختلف. إذا خيرت أنك تقتل الليتل سيسترز وما تداويهمش، جاك راح يولي قتال ويقرر أنه ينتقم من وش صرالو ويطلق سبلايسرز في العالم قاع يدير كارثة. مي هذه مش النهاية الحقيقية. النهاية الحقيقية إذا كنت في اللعبة تسلك الليتل سيسترز وما تقتلهمش، جاك حيولي حنين مع الوقت وما يحبش يولي كيما باباه اللي هو راين. يدي الليتل سيسترز ويخرجهم من رابتر ويروح يعيش معاهم، يربيهم، يكبرهم، يقريهم ويزيد يزوجهم ويعيشهم أفضل حياة. وزيد حتى كي يكون في فراش الموت يبانوا يديهم قاع عند يده. وبريجيت تينينبوم تبقى حياتها قاع تسقسي جاك وش استفاد كي ربى الليتل سيسترز، بس عمره ما قال. مي في الأخير تعرفوا عليه، جاك ربح عائلة. And in the end, what was your reward? You never said, but I think I know. A family. الليتل سيسترز هم العائلة تاع جاك الجديدة، وأخيرا ولا الحر اللي يختار. دمتم في أمان الله.